اهلا بحضراتكم من جديد. هدف دون مقابل للارجنتين امام منتخب الجزائر عن طريق قائدهم ليونيل ميسي في تمرير اخترق فيها الجميع دي باول ووسط غفله من قبل لاعبين منتخب الجزائر. تركوا المساحه كابتن محمد واستغلوها بنجاح دي بول وليونيل ميسي. انا مش عاجبني الشكل الدفاعي بتاع منتخب الجزائر، العمق مكشوف. يعني انت وراك ميسي تسيبه؟ وراك ميسي تسيبه يستلم في مساحه؟ ده هو محتاج متر، تسيب له 10 متر. طب ما هو يسيب 10 متر هيروح يعمل كل حاجه في الكوره. التمريره حلوه من ديبول، انما لازم يبقى في رقابه تحته، بيتحرك وراه الاثنين بن سبعيني والشام. فاعتقد انه ده من الحاجات المميزه بالنسبه له. هو ادوار بدون كره ما بيقوم بيها، انما هو حر دايما في عمق الملعب ومتسار، فاهم؟ يعني ميسي انت بتلعب ميسي وسايبه، فدي الهدف اللي التسلل اللي كان ما اتحسبش. وبعد كده الهدف اللي اتحسب اللي كان فيه المساحه الفاضيه اللي استلم فيها، كانت مساحه فاضيه بالنسبه له، بس عمق الملعب استغلها كويس، وده اللي عمل الفرق بالنسبه لمنتخب الارجنتين في اول 45 دقيقه. هنا العمق دايما تلاقيه موجود في العمق، متسابع عبد العزيز، ماشي الضغط واستخلص الكره الفرقه وراحت، انما بعد كده انت فين؟ ما انت لازم تبص حواليك، لازم تبص حواليك. التمريره حلوه بس لازم يبقى فيه رقابه. المساحه واسعه بين الخطين، والمساحه دي اللي بيشتغل فيها هو، فطبعا متسابع يعمل كل حاجه. بالنسبه لميسي اللي محتاج نص متر انت سايبه له 10 ولا 20 متر، فاعتقد ان دي الحاجه اللي عملت الفرق في اول 45 دقيقه بالنسبه لمنتخب الارجنتين. الارجنتين اكثر تنظيما وواقعيه واستقرار، دليل على ذلك تسجيل هدف الافضليه. نعم هذا صحيح ما تحدثنا عنه من قبل. الثقة في المجموعة عندما يحصلون على الكرة وتجد هذه المساحات، هم يعرفون كيف يستغلون هذه المساحات مع الخبرة التي لديهم، وكذلك يعرفون بعضهم البعض. إذا الأمر صعب على المنافس إذا لم تضغط عليهم جيدا، إذا لم تغطي المساحات، إذا سمحت لليونيل ميسي بمتر أو مترين، إذا يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة للمنافس، وهذا ما يحدث بعد الاستراحة. أعتقد أن المنتخب الجزائري ربما يدخل بقوة ويرفع من مستوى المباراة، ولا يجب عليهم أن يتركوا أي مساحة أمامهم. سقوط ليونيل ميسي بين الخطوط مزعج للاعبي الجزائر، دليل على ذلك تسجيل الهدف دون أي رقابة. خطأ كبير دفاعي للمنتخب الجزائري في الشوط الأول. كما ذكرنا قبل المباراة، هذه المباراة سوف تلعب على إمكانيتنا عندما نعرف خصال هذا اللاعب ومهارته. كما ذكر كابتن محمد، لا يمكن أن تترك 10 أمتار لميسي في مثل هذه الوضعية. تركنا مساحة أكثر من اللازم لهذا اللاعب، كان يجب هنا إما أن نتقدم نحوه أو نتأخر قليلا. شوف تحليل ما بعد نهاية مباراة الجزائر ضد الأرجنتين. الجزائر كابتن محمد، كيف تشاهد هذا اللقاء بشكل عام؟ الافتتاح الحقيقي لكأس العالم، وصل ميسي هيلعب، بطل العالم هيلعب. الهدف الكبير لمنتخب الأرجنتين الحفاظ على اللقب، مفيش حد حافظ على لقب ولا إيطاليا والبرازيل. فالآن المعنويات كبيرة في فورمة عالية، في مجموعة على الورق هو الأفضل هو الأقوى المنتخب الأرجنتيني. فأعتقد أن هي مباراة منتظرة، كل من العالم بينتظر بطل العالم وحامل اللقب والأداء الكبير وأداء ميسي. إنما في عديد من النقاط اللي خلال الحوار هنناقشها بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، لأن الأمور مختلفة عن كأس العالم اللي كان في مونديال قطر 2022. الأمور مختلفة عن هذا المونديال، بما إنك حامل اللقب النظرة بتبقى مختلفة، نظرة المنافسين، حتى ثقة الفرقة ومعنويات الفرقة ومستويات الفرقة. الجميع يتحدث بأن الأرجنتين بطلة العالم، لديها العديد من النجوم أبرزها أبرز لاعبي العالم على مستوى هذا القرن، لعب بشكل ممتاز للغاية، أبهر الجميع، أبهر المشاهدين في مختلف المناسبات، وهو حامل للقب كأس العالم 2022. والجميع يرى بأن الأرجنتين قد تواجه صعوبة في عملية البقاء والحفاظ والصراع على اللقب مرة أخرى. كلاوديو،
نعم هذا صحيح. أعتقد أنها فرصة ثمينة لنرى كيف سيدافع الفريق عن لقبه بعد تحقيق اللقب في كأس العالم في قطر وكذلك لقبين في كوبا أمريكا. سنرى لاعبين جدد شباب سيحاولون بالتأكيد أن يحلوا محل اللاعبين الآخرين، وأعتقد أنه رهان كبير جدا وثقة كبيرة أيضا. ربما هنالك ضغط أقل بعد أن فازوا بالكأس في قطر 2022 وبالتالي مباراة جميلة. دعنا نسترجع ذكريات مونديال 98 في فرنسا عندما كانت الأرجنتين حاضرة بكامل نجومها. مثلت الأرجنتين أيضا في العديد من المناسبات. كان منتخب أيضا الأرجنتينيين يعولون عليه كثيرا بأن يذهب بعيدا في هذه المنافسة. نعم هذا صحيح. كان هنالك الكثير من التطلعات، كان لدينا فريق قوي جدا، ولكن ما يحدث في مثل هذه البطولات القصيرة هو أن كيف يصل كل فريق إلى البطولة، ما هي الحالة البدنية لكل اللاعبين. أعتقد في تلك البطولة قدمنا أداء جيدا. المباراة الأخيرة كانت أمام هولندا وحدث ما حدث، وكان هنالك بعض الفرص التي كان من الممكن أن نستغلها ولكن لم يحدث ذلك. ولكن على كل حال هذه هي طبيعة مثل هذه البطولات، يجب أن تكون جاهز 100%. شاهد أحد أبرز لقاءات كأس العالم 98 في فرنسا